السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم غادي نشارك معكم حليوه اللي هي سهله واقتصاديه واكيد لذيذه بزاف، غادي تعجبكم لانها فعلا سهله واقتصاديه، ومكونات ديالها موجودين عندنا دائما في الدار. اللي بغات تعرف هاد الحلوه المكونات ديالها وطريقه التحضير، تابع معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة مارغرين. انا هنا استعملت الهاشوار، ممكن ديروا غير الاناء ديالكم فين غتخلطوا الحلوى يعني مباشرة. وغادي ندير كاس ديال السنيده مع مرش، ولا بغيتي دير حتى كاس ونص ممكن. كاس مع مرش ديال الزيت. كندير كلشي في الهاشوار وكنخلط مزيان مع الساشي ديال الفاني، وما نساوش قبيصه ديال الملحه. الهاشوار في الحقيقه كتسهل علينا الخدمه بزاف. المهم كنخلطوا هاد المكونات حتى كيوليو عندنا بهذا الشكل هذا، وكنديرهم في اناء اللي غادي نخلط الحلوى. كنضيف هاد المزيج هذا وكنضيف ليهم الصفار ديال البيضه، والابيض كنحتفظ به حتى الاخير غادي نحتاجو. وكنضيف بيضه كامله. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيندمجوا وكينسجموا وكيوليو عندنا بحال هكا شي بوماد، بحال الشكل هذا. ضروري نخلطوه باش تذوب معنا السنيده مزيان. كنضيف هنا نص كاس ولا كاس مع مرش ديال الكوك اللي حمرته من قبل وطحنته. الا ما كاينش الكوك ممكن ديري معلقه ولا حتى 2 معالق ديال الحليب غبره اللي كتكوني محمره واحد شويه، ولا فلون ديال الكراميل حتى هو كيزيد واحد الاضافه زوينه. هنا كنبداو بالاضافات ديال الدقيق من بعد منين كنتاكدوا بان الخليط يعني تخلط لينا مزيان. كنضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق خاص بالحلويات، وكنبداو نخلطوا غير شويه بشويه. وهذا الكاس الثاني مع التغربيل دائما كنغربل، كندخلوه غير شويه بشويه حتى كندخلوا الكاس الثاني. ومن بعد كنحتاجوا الساشي ديال الخميره اللي فيها 8 غرام، كنغرب لها حتى هي. وهذا الكاس الثالث كنضيفو تا هو غير تدريجيا، لان الطحين كيختلف من طحين لاخر. انا احتاجيت هنا في هذه العجينه هذه 4 الكيسان، ولكن دائما كناخذوا الحذر من اضافه الدقيق. بعض المرات كنحتاجو كتر وبعض المرات كنحتاجو قل. وهنا الكاس الرابع اللي غنضيفو تا هو غير شويه بشويه. ضفت نص في الاول، وكنبدا نخلط. ما تنحاول اننا ما نعجنوش العجينه بزاف. المهم غير كندمجوا هاد العناصر. كندخلوا الدقيق مزيان، وكنضيف نص الكاس اللي باقي ليا. هنا في المجموع احتاجيت 4 الكيسان. بعد المرات راه كنحتاج اكثر حتى 5 الكيسان، ولكن انا عندي البيض شويه صغير. وإلا درتي 2 بيضات كاملين، انا درت غير بيضه والصفار. وهذا هو القوام ديال العجينه. راه كتبان لك بحال الا غادي كتفرتت، ولكن هي راه ما كتفرتتش الا خدمتيها مزيان بين يديك. حاولي انك تولي مكوره بحال هكا. المهم ما تخليهاش مطلوقه بزاف، حاول انها تكون متماسكه. وكنحتاجو في تزيين صفار ولا بياض البيض مع الزنجلان اللي نقيته وحمرته، ماشي حمرته غير صهدته شويه في المقلاة. كنكوروا العجينه ما تكونش كبيره بزاف وما كتكونش صغيره. من الاحسن انها تكون شويه هكا، يعني ما تكونش صغيره بزاف. كنديرها في بياض البيض، ومن بعد كنديرها في الزنجلان. ساهله يعني حلوه ساهله ماهله، ما كتحتاج منك لا مجهود لا وقت لا حتى شي حاجه. يعني زوينه بزاف هاد الحلوه، ساهله بزاف، اقتصاديه.
وبسرعة كتوجد. في هاد الاثناء راه الفران سخنته كيكون سخون، كنديروهم في الطاوه ديال الفران اللي درت ليها ورق ديال الزبده. ممكن دهني الطاوه غير بالزيت، يعني ماشي ضروري. وكنديروا الوحدات ديالنا هكا متباعدين غير شويه لان فيهم الخميره. ومن بعد ما كملتهم كناخذ كاوكاو اللي محمر ومقشر، كنديرو من الفوق هكا غير كتزين. ممكن تخليها غير هكا حتى هي كتجي زوينه، كتجي مشققه، كتجي زوينه بزاف. هاد الحلوه ساهله والمنيضر ديالها كتجي هائله في المنظر وفي المذاق ديالها. كنشجعكم انكم تجربوها في العيد ان شاء الله. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم، كتجي رائعه رائعه بزاف وسهله اقتصاديه. كندير كاوكاو من الاحسن يكون محمر، لان درتيه ما محمرش ما كيجيش زوين نهائيا. الا ما كانش كاوكاو ممكن نديروا اللوز، مهم لكم الاختيار. من بعد ما دخلتها الفران كنديرها من الفوق، حتى واخا درتوها من الفوق راه كتشقق. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتخرج، ما شاء الله كتجي كلها مشققه، كتجي رائعه رائعه بزاف. شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديالها كتشقق. واخا درتها من الفوق راه ما نزلتهاش نهائيا لتحت حتى تماسكات شويه عاد نزلتها. كتخليوها كتحمر من التحت شويه، ومن بعد كتنزلوها كتاخذ غير اللوين هكا مذهب، ما كنخليوهاش تحمر بزاف باش ما يتحرقش لينا داك الجنجلان. وكتشوفوا الشكل ديالها صراحه كتشهي رائعه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، وهذا هو المقدار اللي تحصلت عليه. وبطبيعه الحال اللي بغى اكثر راه كيضوب المقادير. المهم انا غير شاركت معكم هاد الحلوه هذه اللي بغات تجربها في العيد. انا متاكده الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها، بالعكس غادي توليو مدمنين عليها ومعتمدين عليها في كل عيد. شوفوا معايا الشكل النهائي ديالها رائعه رائعه بزاف. يعني حلوه سهله اقتصاديه، هي منها تزيين منها كلشي من الاول، ما كتحتاجيش انك تزينيها ولا انك تاخدي على شي مجهود. رائعه بزاف فعلا، كتستحق انكم تجربوها. واللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنسونيش اللايك للفيديو الا كان كيستحق بطبيعه الحال. واللي مشتركينش في القناه يشتركوا، مرحبا بكم، الف مرحبا. وضروري غادي نحل معكم شي وحيده بحال هكا باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل. هانتوما شوفوا معايا رائعه رائعه بزاف فعلا فعلا حليوه. اللي بغيتكم تجربوها كاملين ان شاء الله. ما بقى لي نقول لكم غير شكرا لكم للمتابعه والى اللقاء.